الأخ أحمد قراطة، تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا نرحب بالعضو الجديد سمير خادم ويانا انضماما لمجلس النواب. طبعا احنا في اول جلسة من دور الانعقاد الثالث الحكومة تفاجئنا برفض 16 مقترح و14 مقترح بينهم ما بين الدراسة وما بين القبول. يعني احنا في مجلس النواب هنا شنو دورنا؟ هذه المقترحات من وين احنا نجيبها؟ المقترحات نجيبها من المواطنين انفسهم، معاناة المواطنين احنا ننقلها للسلطة التنفيذية. اذا السلطة التنفيذية ما قاعدة تتعاون مع السلطة التشريعية، ما في هناك اي تعاون. يعني اذا الكم هذه من المقترحات ترفض، يعني احنا في دورنا شنو هنا كنواب؟ تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المتقاعدين. انا بسأل فلوس المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية وين تروح؟ استثمارات شلون تستثمر؟ لو اعطينا كل متقاعد سواء في القطاع الخاص او القطاع العام 1000 دينار بعد في فائض في الميزانية مالتهم. خلنا نسأل انفسنا كسلطة رقابية وين الفلوس هاي تروح؟ لو اعطينا كل متقاعد في القطاع الخاص او العام 1000 دينار بعد بيصير في زيادة. لما نتكلم عن تحسين الوضع المعيشي وكرامة المواطن البحريني، احنا هنا مو قاعدين نتكلم علشان مزايدات، هذه فعلا النواب جميعهم المراقبين والسياسيين يطالعون مجلس النواب انه هو الامل لهم، ان المجلس هذا ضعيف ما يقدر يسوي اي شيء، واحنا في يوم وكل يوم نحارب من قبل الناس. انتوا ايش قاعد تسوون في المجلس؟ تضحكون؟ تبادلون؟ شو تسوون؟ يعني احنا في اول يوم الحكومة تفاجئنا بهذه. الله يعيننا على اللي جاي. احنا كل اللي نطلبه ان نبي مجلس قوي، نبي جميع النواب يتكاتفون، نبي الكتل يكون لها دور، رؤساء الكتل، التنسيق ما بين الكتل. ما نبي اي نائب يشط بروحه، ما نبي النواب يتكلمون كل واحد بروحه، نبي الكتل كلهم يتكاتفون. نوصل هني القاعة واحنا متفقين على شنو نبي نقول وعلى شنو متفقين. ما نبي احنا نكون ضعفاء، لازم نكون اقوياء. اللي يعجبه يعجبه، واللي كوامر يقول لك كوامر من فوق. وين فوق هذه؟ انا بعرف فوق وين فوق. لازم يكون النائب قوي ياخذ قراره بيده، ما يكون قرارات من فوق والله من تحت والله من هني. انا انتخبوني ثقتهم فيني، لازم انا اكون قد المسؤوليه. يا جماعه لازم احنا نتكاتف، لازم احنا نكون يد واحده، لازم يكون هناك تنسيق ما بين رؤساء الكتل، ما يكون كل ناس ماخذيننا للمجهول قاعدين يتكلمون في امور احنا مو قدها. احنا ينا سبب ضعف المجلس يقول النواب الجدد ما عندهم خبره، لا، في هناك امور كثيره لازم يعرفها الاعيان. من ضمن هذه الامور ان في ناس قاعد تاخذنا للبعيد. هذا المجلس مثل ما قال اخوي حسن بخماس مختطف من قبل من؟ وفي نواب حكوميين ازل من الحكومه. عبد العزيز الفاضل ما يدافع عن الحكومه، في نواب يدافع عن الحكومه ازل من عبد العزيز الفاضل. يا اخيك ما يصير هذه الامور، ما يصير ولا يجوز. احنا نواب شعب، يجب ان ندافع عن الشعب ونوصل هموم الشعب. كل شيء ما يخص الهموم المواطنين لازم نوصله. المتقاعدين باح صوت النواب على المتقاعدين، صوت باحنا على تعديل المعيشه. احنا نمر بازمه، لولا ستر الله سبحانه وتعالى كان احنا في الباي باي. صراحه اقول لك معالي الرئيس، يجب على الحكومه. احنا كنا قبل 3 أسابيع في زياره لسمو رئيس الوزراء، قال بابي مفتوح اي وقت تبون تعالوا. الوزراء
ما في اي تقبل منه. انا بكلم مدير في وزاره صار لي 3 اشهر ما يرد علي. 3 اشهر. هل انا من المدير هذا او من الوكيل او من الوزير شيء خاص فيني انا؟ لا، خاص في المواطنين. احنا نواب شعب، والله احنا شنو يعني؟ يجب ان نحترم في كل مكان. معالي الرئيس هذا من واجبك انت. احنا ضعفاء والمجلس ضعيف، هذه لازم نستقوى. انتوا اقوياء ان شاء الله. واحنا نبي كل النواب يكونون يد واحده، علشان لو بغينا نستجوب اي وزير او ذي نكون يد واحده. ولازم في الدور نطير لنا كم واحد اللي ما يمشي على ذي. اهدار المال العام هذه لازم الحفاظ عليه، وهذه امانه في رقابنا. شكرا معالي الرئيس.